في شركات اخترقت بالكامل بسبب ان ما عندهاش فايرول. يعني الهاكر هيدخل برجلين الاتنين ومن باب الشركة الرئيسي. تعال اقول لك باختصار ايه هو الفايرول. الفايرول هو جهاز حماية رقمي بيقف بين شبكة شركتك وشبكة الاي اس بي او مزود الخدمة اللي انت واخد منه الانترنت. وظيفة الفايرول هو انه بيراقب كل البيانات اللي خارجة واللي داخلة من الشبكة، علشان خاطر لو في عملية دخول غير مصرح بيها او اي اتصال مشبوه يوقفها فورا قبل ما توصل لأجهزة الموظفين أو للسيرفرات. تعال هكلمك على أنواع الفايرول. أول نوع معانا وهو الباكيت فلترنج فايرول، وده بيراقب كل البيانات اللي خارجة واللي داخلة عن طريق البورت والاي بي. تاني نوع معانا وهو الستيتفول انسبكشن فايرول، وده بيراقب الاتصال بالكامل طول ما هو اونلاين وبيتأكد 100% ان الجلسة دي امن. اما النوع الثالث والاخير وهو ال NGFW، وهو Next Generation Firewall، وده الاحدث والاقوى، وكمان بيكشف البرامج الضارة والمتقدمة زي المالور. واللي مش عارف يعني ايه المالور، دي اختصار للبرامج الضارة وكمان حصانة الروادة وكمان برامج او فيروسات الفدية. تعال معايا اقول لك بقى اشهر شركات الفايرول في العالم. اول حاجة وفي المرتبة الاولى هي سيسكو. تاني حاجة وهو البالو التو نتورك. تالت حاجة وهو الفورتينيت او الفورتيجيت. رابع حاجة وهو التشيك بوينت. وطبعا نقدر نقول ان احنا استفدنا من الكلام ده ايه، ان اي شركة من غير فايرول هي وكالة من غير بواب لأي محتال ونصاب. لو انت اي تي وبتستخدم الفايرول قولي في الكومنتات ايه النوع اللي بتستخدمه. ولو استفدت من الحلقة دي اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. في غيرك.